أهلا بيكم النهاردة وفيديو جديد مع استشارة علاقات أسرية وزوجية حياة فهمي. والنهاردة هقدم مجموعة جميلة جدا من النصائح المهمة اللي هقدمها للبنات المقبلات على الزواج لتساعدها على حسن الاختيار، وللأمهات والآباء. يا ترى إيه ممكن نستفيده من أخطاء الآخرين بحيث إن إحنا ما نكرروش مع بناتنا في الاختيار، وبالتالي نضمن إن حياة بناتنا تكون حياة مستقرة. أول نصيحة هقولها هي للبنوتة نفسها. المشاعر حاجة والاختيار في الزواج حاجة تانية. ممكن يكون الشخص المتقدم ليكي زميل جامعة أو زميل عمل، فبتغلب عليكي العاطفة في الاختيار. عشان كده دايما بقول للبنات دايما خدي برأي أهلك. أهلك أقل فرق سن بينك وبينهم أقل حاجة 20 سنة. 20 سنة من التجارب والحياة والاختلاط. 20 سنة فادتهم وزودتهم من الخبرة اللي مش عندك انت. علشان كده هم أقرب حد لازم تاخدي برأيهم وبنصيحتهم. اوعي تقولي انا حره في اختياري، انا هتحمل اختياري. كل الحاجات دي من المشاكل اللي احنا شفناها. اهل رايهم رقم واحد في اختيار الزواج. الاهل رؤيتهم هتكون اوضح واشمل وشكل متكامل عن العريس. لما يتقدم لك العريس هينظروا له نظره عامه، هيشوفوا ان العريس ده ايه شكله، ايه مواصفاته، ايه مواصفات اسرته، ايه مواصفات بلده. ودي النقطه التانيه اللي هنتكلم فيها. من أهم النصائح اللي حابة أقولها لكل البنات: لو أنت من المدينة ما تتجوزيش في الريف. الريف لهم طبع مختلف عن طبع أهل المدينة، وحضرتك أنت ليكي طبع وهم ليهم طبع. قليل قوي اللي بيحسوا بانسجام بعد الزواج مع اختلاف المدن. الموضوع بيبقى صعب. هم ليهم عاداتهم وتقاليد وحاجات أنت ما تربطيش عليها طول وقتك ولا حياتك، وفجأة هتتفرض عليكي بعد عن أهلك، هيتفرض عليكي عادات جديدة وتقاليد جديدة، فممكن ما تستحمليهاش. ثالث حاجة كمان مهمة جدا هو موضوع الجواز في بيت عيلة. أنا بقول اوعي تتجوزي في بيت عيلة. بيت العيلة بيبقى مشاكله كتيرة جدا جدا جدا. ولو فرضنا إنك مضطرة وإن كل الظروف جميلة في الجوازة، بس المشكلة إن هيبقى في بيت عيلة، على الأقل ما تتجوزيش في حالة اختلاط. إنك يا دوبك بتطلعي شقتك على النوم. الموضوع ده سيء جدا. الموضوع ده كأنك مش متجوزة أصلا، ما انتش واخدة أي حرية في حياتك. في ميكروسكوبات كده هتبقى على حياتك وحياة أولادك، وتدخلات في كل حاجة. يبقى أول نصيحة قلتها النهاردة: رأي أهلك رقم واحد. لو أنت من المدينة ما تتجوزيش في الريف. لو هتتجوزي ما تتجوزيش في بيت عيلة. ولو اتجوزتي في بيت عيلة ما تكونش الحياة مختلطة. أنت في شقتك وهم في شقتهم. يعني هنتقابل، أيوه، هنجتمع مع بعض، أيوه، ولكن كل واحد ليه خصوصياته. انت عايشه حياتك في بيتك بيومك بطوله. صحيتي امتى، نمتي امتى، كلتي ايه، ما كلتيش ايه. الامور دي كلها خاصه بيكي انت، خاصه بحياتك انت، عشان تبقي حاسه بالاستقلاليه في حياتك. نصيحه كمان هي: اوعي تشوفي العريس ده في الاول شكله بخيل وتكملي معاه. البخيل في الاول هو بخيل في الاخر. رابع نصيحه معانا هي: ما تتجوزيش واحد اقل منك في حاجه من الحاجات دي: الحاله التعليميه، الحاله الماديه، الحاله الاجتماعيه. ما ينفعش تبقي انت واخده كليه قمه وهو واخد دبلوم او معهد. ما ينفعش. ما ينفعش يبقى انت حالتك الاجتماعيه هاي كلاس تاخدي حد اقل منك. ما ينفعش. الحاله الاجتماعيه والحاله الماديه مهمه جدا. كان في كلمه جميله جدا للدكتوره الدكتوره سوزان الشافعي رحمها الله، كانت بتقول: ما تكونيش انت عايشه مع اهلك وبتاكلي على سفره وتتجوزي واحد بياكلوا على الطبليه. بمنتهى البساطه قيسي على المثل ده كل حاجه بقى في الاختلاف بين العيلتين. احنا بنقول عارفين علاقه الزواج هي علاقه انصهار. يقول لك ده صهري. صهري اللي هو جوز بنتي، او اللي واخد بنتي، اللي واخد ابني، يقول عليه الصهر. الصهر ده جايه من كلمه انصهار، يعني العيلتين بينصهروا في بعض. فتخيلي لو في فروق تعليميه او ماديه او ماليه بينكم وبين بعض، بين العيلتين وبين بعضها، هيحصل ازاي الانصهار ده؟ مش هيحصل، هيبقى صعب. كمان نصيحه مهمه جدا انك تعرفيها، ودي رقم 5 معانا: خدي بالك قوي 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 انك لو انت متدينه وملتزمه والكلام ده ما تتجوزيش واحد بيدخن. والعكس برضه، ممكن الولد كمان نفس الكلام. لو انت انسان ملتزم
بتحافظ على شكل معين في عبادتك، ما تروحش تتجوز واحدة عكس تخيلاتك خالص، لانك في الاخر هتقول انا عايزه البسها حجاب، عايزه البسها نقاب، اصل هي بتلبس بنطلونات، اصل هي يا جماعه كل واحد يختار على حسب تفكيره هو، اختار ونقي، وما تتخيلش ان انت هتشقلب الانسان اللي معاك او هتشقلبي الانسان اللي انت هتختاري اللي انت هتتزوجي بيه ده وهترتبطي بيه، انت مش هتشقلبيه، انت هتاخديه هو على بعضه. في بعض الحاجات حتى اما تتزوجوا الزواج بيخلق موده والفه بين الطرفين، بيخلق ان احنا ممكن علشان بنحب الطرف اللي قصادي الطرف الثاني في العلاقه فبتغاضى عن بعض حاجات في بعض الاوقات، لكن بيغلب عليه طبعي وبيغلب عليه هو كمان طبعه. فلو البنوته او العروسه متخيله ان هي هتشقلب الانسان ده خالص وتخليه هو انسان جديد، هتعمل له ابديت كده وتشكله من اول وجديد خالص، ان هو يبقى هو على المقاس اللي هي عايزاه، القالب اللي هي عايزاه، الشكل اللي هي عايزاه، لا ما تتخيليش كده. النصيحه دي مهمه جدا 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 جدا، ان ياما بنات بيتقدم لها عرسان تقول مش عاجبني فيه انه يدخن، مش عاجبني فيه انه بيشات كتير مع بنات كتير والموضوع ده بيضايقني، بس انا هبطله كل الكلام ده بعد الجواز. متهيألي مش هتعرفي تبطلي حاجه الا ما رحم ربي. في كل الحالات يا جماعه بنسبه 90% انا بحكي لكم عن حالات وتجارب واقعيه، الناس استسلمت للامر الواقع بس كان بيأرقها بيضايقها، ما عرفتش تحس بالسعاده الكامله بسبب ان هي من البدايه تخيلت ان هي هتعرف تغير البني ادم ده كل حاجه، وما عرفتش تغير فيه الحاجات المهمه الاساسيه اللي هي كانت عامله سبوت عليها وما عرفتش تغيرها. فحصلت الصدمه وحصلت المشاكل وحصل امور كتير احنا بغينا عنها. نصيحه كمان معانا بنقول ما تتجوزيش حد بيسافر كتير، لان اللي بيسافر وبيجي مره شهر في السنه الموضوع ده صعب جدا. الموضوع ده كميه المشاكل اللي بنشوفها وبنقراها وبتجيلنا في الموضوع ده بالذات كتيره 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 كتير كتيره، لدرجه ان البنت مش حاسه ان هي اتجوزت، البنت حاسه بس ان هي خلاص بقت زوجه، بقت مكتوب كده في البطاقه انها متزوجه وشويه وبقى عندها اولاد هي اللي مسؤوله عنهم رعايه كامله اب وام. العلاقه بينها وبين جوزها سطحيه جدا، عباره عن مكالمه تليفون كل فين وفين، وبدات تبقى فيها برود، بدأ فيها احتياج للعلاقه الحميميه، ومفيش علاقه حميميه. كل شهر مره في السنه، شهر مره بينزلوا، مش بس انت ليكي حق فيه، ده انت واولادك واهله واصحابه، الشهر ده متقسم عليكم كلكم، فانت خدتي منه ايه؟ خدتي يعني من وقته قد ايه؟ مفيش. فمن بدايه يا جماعه بلاش نفرح قوي بالنقطه دي، بلاش يبقى هي دي محور الحياه، ان هو العريس مسافر فهيجيب ويجيب 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 ونبقى فرحانين بالامور الماديه، وننسى ان احنا بنودي بنتنا لاربع جدران هتتقفل عليها هي واولادها فيما بعد ومحدش حاسس بيها. من البدايه الزوج اللي بيسافر ياخد زوجته معاه. اي زوجين لازم الزواج يعني علاقه كامله، علاقه مستمره، مش علاقه مره في الشهر بالسنه، يعني ما ينفعش. الولاد لازم يتربوا بين اب وام، يا انت تروح لها يا هي تجيلك، او لو بتسافر وما انتش مش هتعرف تاخدهم معاك، على الاقل كل شهرين تنزل انت مره تاني، كل شهرين تنزل مره تاني ليهم، وهكذا. اخر نصيحه معانا النهارده، ما تاخديش العريس اللي انت تحسي منه ان هو مش بر باهله، مش بر باخواته، مش بر باباه ومامته. طالما هو مش بر بيهم دايركت اعرفي ان هو مش هيبقى بر بيكي، يعني هو علاقه الدم اللي بينهم ما اثرتش فيه، هيبقى بر بيكي انت؟ لا. المجموعه نصائح النهارده دي ده اول جزء بقدمه للبنات اللي بتقدم لها عرسان والامهات. خدوا بالكم من الاختيارات دي، خدوا بالكم ما تجوزوش بناتكم في بيت عيله، ما تجوزوش بناتكم الانسان بيسافر وهيسيبهم، ما تتجوزوش البنات لحد شكله بخيل. وكمان مهمه جدا 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 وشفتها الفتره الاخيره، ما تتجوزوش لحد بيتمنظر على بناتكم، حاسس ان هو اعلى او مكانته العلميه اعلى منها فبيتنطط عليها. ما تتجوزوش النوع ده، هي مش هتبقى سعيده حتى لو هي كبرت في السن. انا شفت المشكله دي اخر حاجه قريبه، شايفاها قريب، ام نفسها بتسال زوج بنتها في مكانه، خطيب بنتها في مكانه مرموقه، وبيتنطط على بنتها وبيتنك، مش حلو. اهم النصائح اللي قلناها النهارده، ما تتجوزيش في بيت عيله
ما تتجوزيش في الارياف وانت من مدينه، ما تتجوزيش انسان بيسافر وبيجيلك مره في الشهر في السنه، ما تتجوزيش انسان بخيل، ما تتجوزيش اللي غير بر باهله، ما تتجوزيش الانسان اللي متخيله ان انت هتغيريه وهو مليان صفات انت مش هتعرفي تغيريها، ما تتجوزيش حد اقل منك لا في التعليم ولا في الناحيه الماديه ولا الناحيه الاجتماعيه. اسمعي كلام اهلك. انتظرونا في حلقه جديده واجزاء اخرى من الاستشارات الاسريه. دمتم بخير وسعاده.